السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد سعيد، والنهاردة هنتكلم عن أقوى فويس أسيستنت لنظام الويندوز، وتحديدا اللابتوب، واللي هو إيكو أسيستنت. أول حاجة نبدأ بالويب سايت وطريقة تحميل البرنامج. هتخش على برودكت، بعد ما تخش على الويب سايت هتختار الديسكتوب ابلكيشن، وده اللي انت هتنزله على الديسكتوب او اللابتوب بتاعك. وفي كمان نسخة للموبايل ابلكيشن بتقدر تتحكم بيها من الموبايل لللابتوب، تبعت برضو مسجات او اوامر او كوماندز من الموبايل وتبعتها لللابتوب وينفذها في نفس الثانية بالظبط، ويكون الاتصال ما بينهم دايركت بالواي فاي. بعد كده عندك جزء السبورت، لو انت عايز تشتري لايسنس او عايز تعمل ريبورت على مشكلة. لو عايز تشتري لايسنس فبتخش هتلاقي العروض بتاعة اللايسنس، بتختار اللايسنس اللي انت عايزه، وكمان تقدر تشوف مميزات كل لايسنس. وعندك برضو فورم تانية ممكن تملى فيها المشاكل اللي انت واجهتك في البرنامج. لو لقيت مشكلة مثلا ممكن تبلغ عنها، عشان بعد كده هنبقى نحدث ونصلح في البرنامج. اول ما تفتح البرنامج هيفتح لك واجهة الهاو تو يوز، او ان انت ازاي تستخدم البرنامج ده. هيبدأ يشرح لك البرنامج في 4 صفح صغيرة، لازم تقراهم علشان تفهم كل حاجة بتشتغل ازاي، عشان تعرف تشغله، عشان لما تنزل برنامج ما تجيش تقول انا معرفتش اشغله ومعرفتش استخدمه. لازم تقرا دول كويس عشان تعرف ايه الأوامر اللي انت تقولها له هيعرف ينفذها. بعد ما تخلص قراية ال how to use أو اللي هي التعليمات، هتخش بعد كده تكتب اللايسنس بتاعك. ممكن تاخد فري لايسنس من 3 أيام، تاخد فول لايسنس، أو 14 يوم وتاخد لايسنس ليميتد، ما يكونش في كل حاجة متاحة. وكمان ممكن تشتري لايسنس من الفورم اللي قلنا عليها، وكمان الأسعار مش غالية أوي يعني. بعد ما تاخد اللايسنس بتاعك وتفتح الابليكيشن هتلاقي البرنامج فتح معاك. تقدر تشوف بقى الاوبشنز بتاعته، هل انت عايزه يشتغل بالصوت ولا عايز تكتب الأوامر وهو يرد عليك. ممكن تشغله كمان كأنه فويس اسيستنت، هو أصلا فويس اسيستنت، انت بتكلمه وهو بيرد عليك، تقول له أي أمر انت عايزه. بس عشان تخليه يتفاعل ويقدر يسمعك لازم تفعل حاجة اسمها الإيكو سنس. إيكو سنس ده اللي يخليه يسمعك. وممكن تفعل كمان الأوتو ستارت اب، إن هو يشتغل مع بداية اللابتوب أما يجي يفتح تلاقيه شغال معاك زي كورتانا بالظبط. لما بتيجي تنادي كورتانا هو اصلا اوريدي بيبقى فاتح، فبتقدر تكلمه ويرد عليك. فده يبقى بنفس النظام. كمان هتلاقي كل اوبشن فيهم لو فضلت دايس عليه، او انت مش هتدوس عليه تجيب عليه الماوس بس، هتلاقي جايب لك الكلام اللي هو بيشرح لك كل زرار ده بيعمل ايه. عندك مثلا ايكوفيرس، ده اللي بيسمح لك ان هو يتفاعل مع الموبايل ابلكيشن وتقدر تتحكم فيه من الموبايل ابلكيشن. عندك الايكو جينيوس او اللي هو الاي اي مود، ده بيخليك تتكلم مع الذكاء الاصطناعي. في هتلاقي جزء بتاع الذكاء الاصطناعي تقدر تسأل على أي حاجة ويرد عليك برضه زي شات جي بي تي بالظبط. بعد كده هتلاقي عندك أيقونة information أو اللي هي المعلومات بتاعة البرنامج ده. أول حاجة هيقولك إيه هو إيه requirements اللي أنت محتاجها علشان جهازك يشتغل عليه البرنامج ده. بعد كده عندك جزء ال how to use تاني لو أنت ما قريتش ال how to use كويس. وبعد كده برضه عندك اللي هو الأيقونة بتاعة الباجز، لو قابلت لك أي مشكلة تقدر تبلغ عنها. بعد كده عندك صفحة تعريفية لكل اللايسنس الموجودة على البرنامج، تقدر تحدد منها ايه هي الباقة اللي انت عايزها او ايه هي اللايسنس اللي انت عايز تشتريه. الايكو ديفايس على حد علمي بيخليك تربط البرنامج باردوينو او بوردة اردوينو وتقدر تتفاعل معاها كمان. بعد كده عندك الايكو سينك كنترولر، وده اللي هو تقدر منه ان انت تربط البرنامج بالموبايل ابليكيشن علشان تتفاعل معاه بعد كده، وده بيكون عن طريق الواي فاي. بعد كده تقدر تغير الصوت وسرعة الصوت وكمان اللغة اللي هو بيتكلم بيها. لو عايز تتكلم عربي هو بيدعم 4 لغات، عربي وإنجليزي وألماني وفرنساوي. بعد كده عندك الأبيرنس أو الثيمات اللي أنت عايز تتعامل بيها. تقدر تغير الثيم بتاعك، وكمان ممكن تجيب ثيم خاص بيك أصلا يكون مريح مثلا لعينك غير الثيمات أصلا اللي موجودة. يعني هو في أصلا 5 ثيمات ممكن تستخدمها، وممكن أنت تجيب ثيم من بره وتستخدمه عادي جدا. بعد كده عندك الابس اللي تقدر تفتحها وتتعامل معاها، ان هو عندك فيها ايقونه دلوقتي تقدر تفتح منها الابلكيشن وتقفله منها. ده غير ان انت ممكن تكتب له الامر ده او ان انت تقوله بصوتك وهو برضه يعمله. لو انت قلت له مثلا اوبن فيسبوك هيفتحه، ممكن تقول له بعدها كلوزد فيسبوك هيقفله برضه عادي جدا. بس الصفحه دي كمان بتوفر عليك ده وبيجيب لك مجموعه من الابس كتير جدا، حتى اللي مش موجوده عندك على الجهاز. وحتى لو موجوده عندك على الجهاز هتشتغل، لو مش موجوده طبعا مش هتشتغل لان هو كده كده مش عندك، هيقول له هو مش عندك فمش هيفتح. بعد كده عندك في مكان تقدر تعمل منه شورت كاتس، لو انت عايز تعمل سليم للجهاز بسرعة او شوت داون، او ان انت تعمل ريستارت للجهاز، هتلاقي برضو تقدر تعمل منها شورت كات تعملها على طول وهو يعمل الامر ده. وكمان ممكن تعمل الامر دلوقتي بان انت تكتبه او ان انت تقوله بصوتك، سواء عملت ده او ده هو هيعمل الامر وينفذه.
مثلا هقول له اوبن يوتيوب نشوف هيعمل ايه، لقيته على طول فتح لي اليوتيوب في اقرب براوزر ممكن يفتح عليه. هجرب مثلا اخليه يفتح سبوتيفاي او ابلكيشن عندي، فلو قلت له اوبن سبوتيفاي ومن غير ما انا اقفل سبوتيفاي وقلت له كلوز سبوتيفاي هتلاقيه هو قفله بنفسه. بعد كده عاملين أيقونة مخصصة للبروفايل بتاعك تقدر تعدل منها اسمك والصورة ومكان سكنك، الكونتري والبلد المحافظة. طبعا هيكتب الكونتري يعني ايجيبت عادي، والبلد بتاعتك الريجن هيكون المحافظة بتاعتك. وبيعرض لك طبعا الرانك بتاعك او اللايسنس بتاعك، وكمان بيحسب لك البوينتس. طب ايه هي البوينتس دي؟ البوينتس دي لو انت عبرت عن كذا بوينتس زي قابلتك في البرنامج وطلعت فعلا صح هتاخد عليها بوينتس، والبوينتس دي ممكن بعد كده تحولها للايسنس فري، تقدر تشتري بيها لايسنس فري بعد كده. عندنا طبعا في قائمة اللايسنس مانجر بيوريك ايه هي الأجهزة المتصلة باللايسنس بتاعك. أنا مثلا كنت مدخله على الموبايل عندي، فبالتالي هو متسجل عنده إن أنا داخل بالموبايل عندي. تقدر تعمل الجهاز ده بلوك لو أنت مثلا حد داخل عندك وأنت متعرفش، أو مثلا أنت اديت اللايسنس لحد ونسيت إن أنت تخرجه بعدها، أو كنت بتجربه حاجة ونسيت تخرجه بعدها، ممكن تعمل بلوك للجهاز ده بعد كده. عاملين لك edit page كاملة تقدر تعدل بيها الصورة وبعد كده تضيفها عادي جدا. طبعا هو لو ما سمعكش كويس ممكن تدوس على أيقونة الفويس دي وتتكلم بعدها، هتلاقيه هو كتب لك اللي هو سمعه. طالما سمع صح هتدوس عادي إن أنت تبعت الكلام ده وهو يعمل الأمر ده. طب لو سمع غلط ممكن تعدل فيها عادي جدا. الموضوع ده بيكون معتمد على الميكروفون بتاع جهازك. كمان ممكن تسأله على أي حاجة، مثلا لو سألته على مواقيت الصلاة هيقولك مواقيت الصلاة على حسب مكانك نفسه. لو أنا قلت له prayer times هتلاقيه يرسلك مواقيت الصلاة بتاعت الجيزة. طب بعد كده لو أنا عايز أفتح مثلا أبلكيشن تاني قلت له open chrome مثلا هتلاقيه يفتح لي كروم. طب دلوقتي أنا قفلته بنفسي، طب لو أنا مش عايز أقفله بنفسي وعايزه هو اللي يقفل برنامج تاني كان شغال، فهسيبه عادي هو اللي يقفله وأقول له close chrome مثلا، هتلاقيه هو اللي قفله برضه بنفسه. بعد كده عندنا السهم اللي مكتوب عليه ديفولت ده فيه اختيارين، يا اما ديفولت يا اما موبايل. موبايل ده معناه ان انت بتتفاعل مع موبايل ابلكيشن، يعني انا ببعت له اوامر من الموبايل عندي وهو يعملها. لكن الديفولت ان انا عادي بتعامل بالجهاز نفسه ان انا شغال عليه. عندنا البيج بتاعت بيرد ابس دي فيها 143 ابلكيشن، سواء بقى عندك منهم او ما عندكش، هم موجودين 143 ابلكيشن. بس هو عموما في يعتبر اكبر كم ممكن من الابلكيشنز اللي ممكن يفتحها واللي انت ممكن تحتاج ان هو يفتحها لك. وطبعا ما تنساش تتابعني على كل المنصات عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، سلام.